الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وسراجك المحقق من أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا. نقطة مركز دائرة الأولية وسر أسرار الألف القطبية الذي فتحت به رب الوجود وخصصه بأشرف المقامات المواهب الامتنان والمقام المحمود وأقسمت بحياته في كلامك المشهود لأهل الكشف والشهود فهو سرك القديم الساري وماء جوهر الجوهرية الجاري الذي أحيت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات وهو قلب القلوب وروح الأرواح وعلم الكلمات الطيبات القلب الأعلى والعرش المحيط روح جسد الكونين وبرزخ البحرين والثاني اثنين وفقر الكونين أبا القاسم أبا الطيب سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد من منه شربت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز البدائع وله تضاءلت الفهم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بظهر جلاله منقى وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواصلة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع ودال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكره بها من موارد الفقر واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوظا بنصرتك واقضي بي على الباطل فألمها وزد بي في بحار الأحدية وانشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك. الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك
نراك إلى معاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ولذاتك كلما ذكرت ذاتهم وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روح لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بالعرش والكرسي والنور الذي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسخر لنا قلب من أحوجتنا إليك وأن تكفينا شر من يقدر علينا ولا نقدر عليه يا من بيده ملكوت كل شيء أنت عالم به وقادر عليه. تحصلنا بالحسن الذي أسسه الله سوره لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي فرج برضه